اهلا بيكم في فيديو جديد معانا النهارده. النهارده معانا 4 منتجات مختلفين خالص. تمام. هندوقهم مع بعض ونشوف اذا كان هما تمام ولا اي كلام. ولو هيعجبك الفيديو ان شاء الله يعني ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو، ويلا بينا نبدا عشان ما اطولش عليك. مبدئيا كده انا دخلت على نون، تمام، وطلبت المشروب ده. تمام. بعتولي منه 3 يعني بأطعمة مختلفة، فاحنا هنفتح ونشوف الأطعمة دي بقى ايه بتقول ايه. تمام. هو بيعجبني في نون بصراحة التغليف بتاعها، يعني بتبقى مهتمية بالحاجة زيادة عن اللزوم شوية. ادي ال3 منتجات، يلا نبدأ واحد واحد فيهم. معانا أول واحد النهاردة ألا وهو منتج اسمه سبيرو سباتشي. سبيرو سباتشي كيوي. تمام. ومكتوب عليها كده من جنب اصل الغزوزه في مصر، يعني ده مليون في المية مصري. تمام. بطعم الكيوي. انا اظن يعني ما دقتش حاجه قبل كده بطعم الكيوي بصراحه، يعني كعصير عصير كده، يعني غير ان هو الكيوي بيتعمل عصير مثلا في البيت، لا ده اول مره اشوف حاجه معموله كده في ازايز يعني. فمكتوب عليه ساينس 1920، يعني دوت من قديم الازل، تمام، من قبل ما انا اتولد بكتير. فاظن يعني المنتج ده المفروض يثبت نفسه في السوق، يعني طالما من الموضه دي كلها. المنتج ده سعره 9 جنيه ونص. تمام. وموجود في اي سوبر ماركت عادي. فاحنا يلا ندوق الكيوي. ريحه الكيوي نفاذه فيه جدا. تمام. طعمه حلو قوي. يعني انت هتحس فعلا ان انت بتشرب كيوي معمول في البيت بامانه، يعني مش مجرد اللي هو كاتب لك كيوي وتلاقي جوه صودا وخلاص ومفيش طعم للكيوي، لا. يعني بالنسبه لسعره كمان ده يعني ياخد 10 من 10 او 11 من 10 كمان. يعني طعم الكيوي فيه حلو، وسعره 9 جنيه ونص، يعني ده تقريبا اقل من الكنز او نفس سعر الكنز بتاع البيبسي والحاجات دي. ويعني بصراحه منتج مصري وكنت اول مره ادوقه، يعني ما فيش كده بصراحه. فالمنتج تمام وتمام جدا كمان. ويلا نشوف الطعم التاني بتاعه بيقول ايه. ده الطعم التاني بتاع سبيرو سباتشي. تمام. مكتوب عليه ايه بقى؟ صودا ليمون. ده صودا ليمون. تمام. وعلى فكره هو حجمه 330 مللي، يعني مش قليل، يعني تقريبا ده اكتر من الكنز كمان. يعني الكنز تقريبا بيبقى 250 او 300 حاجه كده، يعني تقريبا هو زيه او اكتر منه بحاجات بسيطه يعني. فهنشوف بقى الصودا ليمون دي بتقول ايه. يعني ادي شكله عشان ايه شكله. تمام. وهتحسوه ميه كده معكره من جوه بصراحه، يعني تحسوها كده، بس احنا هنشوف الكلام ده دلوقتي. طبعا 9 جنيه ونص برده سعره زي التاني. يلا نشوف. هو ملوش ريحه بصراحه، مش عارف يعني، بس هندوق. هو ولا في ليمون ولا في صودا، يعني بشرب ميه. الكيوي كان احسن بصراحه، يعني هو دوت ياخد 5 من 10 مثلا. الكيوي بالنسبه له لا، كيوي لسه في المقدمه بصراحه، يعني دوت لا، يعني هو ما فيهوش ولا صودا ولا ليمون، يعني فانا هشتري ليه طيب؟ لا طالما ما فيهوش الاثنين. فاحنا ده لا، 5 من 10 ده. ويلا نشوف اللي بعده. ده بقى سبيرو سباتشي تفاح احمر، يعني ادي شكله. تمام. تفاح احمر. طبعا انا بحب جدا التفاح الاحمر، بالذات لما كان في بيبسي يعني والحاجات دي، ان انا الاقي زيه في شركه مصريه ب 9 جنيه ونص. اصلا التفاح الاحمر دلوقتي ما بقاش موجود يعني تقريبا. اظن ده لو بقى جامد بقى فعلا، يعني لو جامد يعني مش هبطل اجيبه. يلا ندوق. ده برضو نفس السعر، مفيش حاجه فيهم اغلى من الثانيه. الاطعمه هي فرق اطعمه بس مش اكتر.
ده جامد بقى، ده اللي يجي تحت الكيوي على طول بقى، فعلا جامد. لا يعني هو ممكن مش زي التفاح الاحمر اللي كان بيعمله شركه فانتا، تمام، مش زيه بالظبط يعني. التفاح التاني كان التفاح الاحمر بتاع شركه فانتا كان بيبقى اقوى شويه، بس ده يعني معقول بالنسبه لسعره، لا حلو يعني مش وحش الناس اللي بتحب التفاح الاحمر يعني. خصوصا ان شركه فانتا اعتقد دلوقتي مش موجود في السوق التفاح الاحمر بتاعها يعني، فلا ده تمام، ويعني ياخد 8 من 10 يعني. هو بصراحه هو الكيوي احسن واحد فيهم بصراحه، كنت اول مره ادوق الكيوي فعصير، فلا يعني الكيوي هو الطب بصراحه دوت يعني معقول يعني. الناس اللي بتحب التفاح الاحمر اظن مش هتلاقي يعني، مفيش منتجات كتير قوي تفاح احمر في السوق، فده هيبقى تمام بالنسبه لسعره اللي هو 9 جنيه ونص. فيلا نخش على المنتج اللي بعده. المنتج اللي بعده النهارده معانا من شركه تايجر، ايوه اللي هي بتاعت مش عارف ايه وسيطر كده، بس هو شكله غريب شويه يعني. تمام، ادي شكله تمام يعني، هو تحسه من تايجر بس مستورد بقى. مكتوب عليه ايه بقى؟ اكسشيلنج. Yes, but sometimes no. اكسشيلنج ايه تاني؟ ايه؟ بلساميك فينجرز اند سي سولت، يعني هو حاجه تقريبا زي رقائق كده بملح البحر. تمام، فاحنا هنشوف الكلام ده بيقول ايه بقى يعني. هو بصوا شكله اهو تمام برضه عشان لو مشفتوش كويس، من قدام ومن ورا. في اطعمه تانية، هو في كذا طعم، في طعم تاني بالفلفل وفي طعم بالليمون، بس هو ده اللي انا لقيته بصراحه عند الراجل. ده هندوق. هو شكله مبشر بالخير بصراحه، بس شكله اهو عامل برضه. هوريك شكل البطاطسايه اهو، عامل زي يعني هي بطاطسايه بس جايه بشكل زجزاج كده، ويعني شكلها يفتح النفس يعني. فهو حلو. هو حلو جدا على فكره يعني. ممكن ادوق تاني. يعني طعم الملح فيه مش اللي هو بقى مالح قوي 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 بقى والكلام ده، لا. بطاطس يعني نسبه ملح بسيطه قوي تمام، و مستويه حلوه يعني. اظن يعني الكيس مش شايف فيه حاجه محروقه بقى زي البطاطس اللي بتبقى فيها حاجات كتير محروقه من جوه الشيبسي والكلام ده. فلا بصراحه يعني اول مره الاقي تايجر منزله حاجه زي كده يعني. واظن انا المفروض المره الجايه هجرب اللي هو الشطه اهو وليمون. في نوع بالشطه وفي نوع بالليمون، ده لوحده وده لوحده يعني. فلا يعني ده بصراحه هيخليني اجرب التانيين بصراحه، فده يديله 10 من 10 بقى. بس كده نكون خلصنا المنتجات بتاعتنا النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، ولو عندك اي منتج جديد حابب ان احنا نجيبه معانا في القناه ما تنساش تكتب اسمه في الكومنت او تحط الصوره ليه، وانا اوعدك ان انا هكون بجيبه هنا، اكون بقول لك اذا كان هو تمام ولا منتج اي كلام. شوف وشك بخير، سلام.